السلام عليكم يا جماعة. معلش أنا طلعت النهاردة موضوع هو محرج ومضحك في نفس الوقت. بس أنا يعني هحاول أعملها قصة قصيرة، يعني عشان الموضوع طويل قوي، بس أنا هحاول أقصرها على قد ما أقدر. بنتي جالها شغل في مكان تاني بعيد عننا، فطبعا ما تعرفش تروح تاخد عزالها وكل حاجة لما تجي تشتري عربية. فاشترت عربية عشان تروح بيها المكان ده، عشان تاخد عزلها وحاجتها، وفكر بقى انها تركب العربيه تروح الشغل بيها وترجع بيها كل يوم يعني. ما علينا. راحت هناك على ما اجرت بيت ومش عارفه ايه وكل، وجابت وراحت الشغل، لقيت الشغل طلع الشغل جنب البيت، يعني هي جابت سكن جنب البيت. فطبعا السكن من غير جراج عربيه، فطبعا هتودي العربيه فين؟ فلفت المكان اللي هي المدينه اللي هي ساكنه فيها كلها، فلقيت مكان في منطقه ما ممكن تجرش العربيه من غير ما تدفع يعني باركن تيكت يعني كده. فلقيتها فرصه يعني، فحطت العربيه هناك ومش محتاجه العربيه بقى. فهي بقى ايه، بتروح الشغل كل يوم وبتيجي من غير العربيه. الكلام ده من سنه ونص. فدلوقتي هي محتاجه العربيه عشان هي عزلت المكان اللي هي كانت فيه لمكان ابعد شويه، فمحتاجه بقى العربيه انها تاخدها معانا على الشغل كل يوم وتيجي. فالمشكله كلها انا مش فاكره مكان العربيه فين، هي مش فاكره جراج العربيه فين من سنه ونص. فانا يعني طبعا بقول ب... ب... بستعين بيكم تقولوا لي لو حد مر بالظروف دي قبل كده او مر بالسيتويشن ده قبل كده، يقول لنا ممكن يعني ممكن نلاقي العربيه ازاي او فين او هاو، يعني ادونا اي خلفيه يعني وساعدونا يعني، لان بجد بجد مش لاقيين عربيه، وهي عايزه العربيه ومحتاجه العربيه ومش قادره تفتكر هي حطت العربيه فين، لانها كانت بتدور في المدينه كلها على مكان تركن فيه العربيه، فركنت العربيه ومشيت. فمش فاكره فين المكان ده وهتجيبه منين. ف على فكره دي مشكله عويصه غليظه جدا ومش عارفين نعمل فيها ايه. فيا ريت لو حد يقدر يساعدنا باي فكره نوصل للعربيه بيها، يا ريت تقولوا لنا. انا عارف الموضوع غريب جدا بس معلش يعني ساعدونا. شكرا.